أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. اليوم سوف نقوم بنقل هذا الحمام الموجود في هذا القفص. سوف ننقله إلى محمية الحمام، إلى الغرفة الجديدة. طبعا رغم أن الغرفة لم يكتمل تجهيزها، ولكن نحن مضطرين لنقل هذا الحمام الموجود في هذا القفص. والسبب كما تلاحظون البيض، يوجد بيض في هذا العش. طبعا العش الأول فسد بسبب المعارك التي تحصل بين الحمام في القفصين، في هذا القفص وأيضا هذا القفص. وأيضا كما تلاحظون هذه البيضة، لو تركزوا عليها جيدا، مكسورة، فيها كسر بسيط، والسبب هو المعارك وأيضا التحركات التي تحصل في القفص. فنحن مضطرين أن نقوم بنقل هذا الحمام مباشرة إلى الغرفة الجديدة. لاحظوا نقلنا الطيور الحمام إلى هذه الغرفة، رغم أن الغرفة ليست جاهزة، ولكن نحن مضطرين لنقل الحمام إلى هذه الغرفة حتى لا نخسر الإنتاج الموجود في القفص الذي عرضنا لكم. طبعا هذه الغرفة أنا خصصتها للحمام، وإن شاء الله سوف يتم تجهيزها خلال هذه الفترة القريبة، وسوف نقوم بنقل جميع الطيور الحمام إلى هذه الغرفة. سوف نجهز الأقفاص، وأيضا نجهز لهم أماكن الوقوف، وأيضا جميع مستلزمات الحمام سوف تكون موجودة.